رد المتناظرين الشيعة على الدكتور النجدي. مئات المرات قلنا لهم نحن نستقي ديننا وعقيدتنا وفقهنا وشريعتنا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن سنة أهل البيت المعصومين. ثم يقولون من أين مصادر حديثكم؟ عندنا كتب 4 قال مكذوبة. ليست مكذوبة، ما في هذه الكتب من الصحاح أكثر مما في صحاحكم من الصحاح مجموع الأحاديث. هذه الروايات ضعيفة. احنا عندنا في اعتقادنا انه ما عندنا كتاب صحيح 100%. يا اخي ما نخليك الموضوع. خليك دعني اكمل لو سمحت. يعني اخواننا وعلماؤنا الاجلاء من السنة حفظهم الله يرون مثلا الصحيح للإمام البخاري، الجامع الصحيح هذا فضل. نعم مذهبكم هو ما له احتمال. معلش. طيب يلا خلاص. أنا أتكلم عن العلماء الذين لقيتهم بنفسي وسألتهم وتكلمت وقلتها البارح أول البارح. قلت لما سألت الشهيد باقر الصدر عن أصح الكتب عندكم قال ما عندنا كتاب صحيح إلا كتاب الله. خلاص أنا هذه حجة الشيعة. قبل كل شيء أنه هالاستدلالات كلها نتاع هذا الدمشقية ونتاع خميس ونتاع الجوشي، واحنا من الأول قلنا وأكدنا أن كتب هذه اللي يستدلوا بها فيها آلاف الأحاديث الضعيفة. أنا قلت مكذوبة في كتابي، هو شدها علي. الشيعة يقولوا ضعيفة، أنا انقلت قلت مكذوبة. عندكم أنتم أقصى ما يمكن هو البخاري والكتب الصحيحة. نحن لا عندنا صحيح، وهذا من ميزات وهذا من تأفكم. المذهب لا يوجد كتاب صحيح. نسمع لأنه هو يرى أن أهل البيت بأصول الاستدلال ويقعوا في نفس المطبة، لأن هذه الكتب التي يروى عنها هي ليست معتمدة وليست من التواتر في شيء، لأنه روايات آحاد. أنا عندما ذهبت إلى النجف والتقيت بالسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، محمد باقر صدر، أي والسيد الخوئي والسيد الحكيم ومراجع كبار، لأني كنت أبحث أنا فكانوا يقدموني للبحث. سألتهم هذا السؤال: هل عندكم كتاب صحيح مثل ما عندنا؟ قالوا لا، ما عندنا كتاب صحيح إلا كتاب الله. ولذلك ما تجد صحيح عند أهل الشيعة أبدا. ولذلك لما جاء الإمام الخميني رحمة الله عليه قال هذا البحار المجلسي الأربعة المعتمدة. لا قول لي على شيء أعظم كتب عندهم. قل لي لو سمحت. التي هي الكافي من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. طيب هذه تسمى أكمل. أيوة. هذه تسمى الكتب الأربعة عندهم، أعظم كتب عند الشيعة. طيب خلينا نسأل في النقطة دي بس عشان في المنهج بس. ماشي تفضل. هل شيخ الموسوي، أنا نتكلم الآن بالراحة والناس كلها نتكلم بهدوء، هل هذه المراجع الرئيسية صحيح معتمدة عندكم أم لا؟ لا شك أن هذه الكتب أيوة كتب لها قيمتها العلمية. أيوة. الفرق بيننا وبين غيرنا أننا لا نسميها صحاحا، نقول كتب هي كتب احتوت على أحاديث صحيحة كثيرة، لكننا لا ندعي أن كل ما فيها صحيح، لأن باب الاجتهاد عندنا مفتوح. ولكني أقول أيها الأخوة، نحن الشيعة ليس عندنا كتاب صحيح إلا القرآن. كل كتاب ما عدا كتاب الله عندنا خاضع للنقد والتجريح والتعديل والدراسة والنقد مهما كان. القرآن صحيح؟ القرآن صحيح كله. أقول للشيعة أجمعين: من أين تأخذون دينكم؟ كتاب الله عندكم ليس بحجة إلا بالقيم، والقيم إنما يعرف قوله من خلال النصوص، والنصوص أصح كتاب عندكم الكافي، والكافي 3/4 أصوله كذب. بنص أكمل. عفوا كذب بقول التيجان، ليس قولك أنت. لا رد قوله. طيب 3 أضعاف كذب، ولذلك